السلام عليكم البنات، الأمهات، الآباء، أي واحد ولا وحدة كيسمعوا لي دابا. مرحبا بكم في بودكاست دارنا بسلام. من وسط واحد الجو هادق وبقلب باغي غير الخير، كنجي نهضر معاكم اليوم على واحد الموضوع اللي كيهم كل دار: كيفاش نربي ولادنا باش يكونوا واثقين في راسهم، مرتاحين، سعداء، وهادشي كامل يكون مبني على قيم ديننا: الرحمة، الرفق، الكلمة الزوينة وحسن التعامل. عارفين البنات، تربية الولاد ماشي شي مشروع كنخدموا عليه ونساليوه. تربية رحلة طويلة، وشي مرات كتكون صعيبة، كتهرس العصاب، كتخليك تشكي في راسك واش كديري مزيان ولا غلطة. وكنزيدوا فوق هادشي الضغط ديال الدار، الخدمة، الروينة، التفكير. وإحنا مسلمين كنرجعوا دائما لله، كنطلبوا العون ديالو، وكنعرفوا أن الرحمة هي الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا المعنى كنحتاجوه كل نهار في التربية، لأنه الولد ما كيحتاج أم مثالية، كيحتاج أم رحيمة. بزاف ديال الأمهات كيسولوني: كيفاش نطلع ولدي يكون قوي، واثق، ما يخافش، يحس بالراحة النفسية وما يكونش مهزوز؟ وإجابتي دائما كيبدأ من هنا. الثقة ماشي واحد الدرس كنعلموه ليهم، الثقة كيشوفوها في طريقة تعاملنا معهم. إلا عيطتي لولدك بصوت هادئ كيتعلم الهدوء، إلا سمعتيه كلمة زوينة كيتعلم يحترم الآخرين، إلا غلطت ولقاك واقفة معاه كيتعلم الأمان. هادشي اللي كيعلمه الإسلام: الرفق، الستر، اللين، حسن الظن. وخليني نقول لك واحد الحقيقة اللي ممكن ترتاحي لها: كل أم كتغلط، كل أم كتشد العصاب، كل أم كتجي لها نهارات ما قاطعة على والو، ولكن الإسلام علمنا إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ماشي خاصك تكوني مربية خارقة، غير كوني أم تحاول، أم كتدير جهدها، أم كتعتذر إلى غلطات، أم كتصلح. دابا غادي نهضر معاك على واحد النقطة اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الأمهات في المغرب. كنبغي ولادنا يكونوا واثقين، ولكن في الحقيقة كنربيوهم على الخوف بلا ما نحسو. الخوف من الخطأ، الخوف من العقاب، الخوف من نظرة الناس، الخوف من أننا نغضبوا منهم. وهادشي كيقتل الثقة. الإسلام عطانا واحد المبدأ زوين بزاف: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يعني أي حاجة كندخلوا ليها بالرفق كتزيد تزيان، حتى التربية. تخيلي معايا ولدك طاح في الطابلة وكسر كاس. الطريقة الأولى كتعصبي، كتغوتي، كتحسي براسك غادي تفقسي. الطريقة الثانية كديري واحد النفس وكتقولي: ماشي مشكل، أجي نصلحه، المهم ما جرالك والو. شوفي الفرق: الولد في الأولى كيتعلم الخوف، وفي الثانية كيتعلم يتحمل المسؤولية. وبغيت نقول لك واحد السر صغير: الولد إلا حس بالحب غير مشروط كيولي ماشي خاصو يكون مثالي باش تنرضي عليه. الإسلام كيعلمنا هذا الحب. الله كيرزقنا رغم أخطائنا، كيسامحنا، كيعطينا فرصة ثانية وثالثة وعاشرة. وهذا النموذج كنحتاجوه في التربية. دابا خليني نهضر معاك على الجو ديال الدار. راه ماشي ضروري تكون الدار مرتبة كامل النهار باش ولدك يكون بخير. الثقة كتجي من الإحساس بالأمان، ماشي من لمعة الزليج. ولدك إلا شافك دائمة الضغط، مقطبة، معصبة، كيتشرب هذا الضغط. وإلا شافك كتضحكي شوية، كترحبي، كتهضري بالراحة وكتذكري الله: اللهم صبرني، اللهم أعني، كيتعلم هو حتى هو الهدوء. وعندي ليك واحد المثال مغربي اللي غادي تفهميه بسرعة. شي مرات كنكونوا في الكوزينة، الصهد، الروينة، واحد كيبكي، واحد بغى ماكلة، واحد طاح ليه الحليب. هادشي كامل كيخليك تبغي غير تهربي، ولكن إلا درتي واحد الوقفة، قلتي بسم الله، ربي ما غاديش يضيع تعبي، وكملتي بهدوء، ولدك كيشوف هادشي وكيشرب التقوى والطمانينة بلا ما تعطيه درس مباشر. الثقة النفسية ما كتجيش بكثرة الهضرة، كتجيب السلوك اليومي. مثلا إلا جا ولدك يحكي لك شي حاجة صغيرة وانت كتسمعي ليه بعينيك وبودنيك، كتعطيه رسالة: كلامك مهم، وهاد القيمة غادي تكبروا مهلوك. أما إلا قلتي ليه: سير ما عنديش الوقت، الله يعطيني غير شوية الراحة، بركة من الهضرة، راه كيدخل واحد الإحساس أنه ما يسواش. ومنين يكبر الثقة كتكون ضعيفة. وما نساوش شي حاجة مهمة بزاف: الدعاء. يلا، الدعاء هذاك السلاح اللي به كتبدلي الواقع بلا ما تحركي حتى صبعك. قولي دائما: اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم اجعل ولدي من عبادك الصالحين الواثقين. الدعاء كيبدل النفوس، كيحنن القلوب. فالجزء الأول بغيتك غير تفهمي هاد المعاني الكبيرة. ولدك خاصو الرحمة ماشي العصبية، خاصو يسمع الكلمة الزوينة ماشي الإهانة، خاصو الأمان ماشي الخوف، خاصو يشوفك كتحاولي ماشي مثالية، خاصو يشوفك كترجع لله ماشي يعرفوا وحده هو يرجع لله في المستقبل. خلي ولادك يشوفوا فيك وحده كتقول: اش ندير يا ربي عاوني، وماشي وحده كتقول: علاش حياتي هكا. هذه هي التربية اللي كتزرع الثقة والسعادة. وغادي نكمل معك في الجزء الثاني إن شاء الله، اللي غادي ندخلوا فيه طرق عملية مفصلة، أمثلة يومية، وطريقة نبنيو بها شخصية قوية متوازنة عند ولادها. بسم الله، نكملوا الرحلة ديالنا في التربية. الرحلة اللي ماشي سهلة ولكنها زوينة، عامرة حب، عامرة ابتلاءات صغيرة اللي كتعلمنا الصبر، واللي فيها كل نهار درس جديد.
في هذا الجزء الثاني بغيت نهضر معاك على الطرق العملية اللي فعلا كيعطيو نتيجة في الثقة النفسية ديال الولد، طرق اللي حتى الإسلام علمنا جذورها: الاحترام، المساندة، الرفق والكلمة الطيبة. أول حاجة خاصنا نعرفوها هي أن ولدك ماشي واحد نسخة منك، راه إنسان مستقل، عنده شخصية، عنده مشاعر، عنده نقاط قوة وضعف. وهذه الفكرة مهمة بزاف، لأن بزاف ديال الأمهات كيبغيو يربيو الولاد باش يكونوا بحالهم ولا بحال شي نموذج في بالهم، ولكن الإسلام كيقول كل ميسر لما خلق له، يعني كل واحد الله عطاه طبيعة ومسار وطاقة، ومهم جدا نحترموا هذا الاختلاف. مثلا ولدك كيبغي اللعب بزاف، بنتك هادئة، ولدك حساس، بنتك قوية الشخصية. ماشي خاصنا نبدلوهم، بل نحتضنوا هاد الصفات ونوجهوهم بطريقة زوينة. دابا نجي للنقطة اللي كتخلي شخصية الولد تهز راسها ولا تهبط: طريقة كلامنا معهم. الكلمة بحال السهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الكلمة الطيبة صدقة. فكري معايا، إلا قلتي لولدك راك ما كتعرف والو، شنو هاد الغباء، كنت كنتمنى تكوني بحال بنت فلانة، راه بحال ضربتيه، غير الفرق أن الجرح ما كيبانش ولكن كيبقى السنين كلها. وفي المقابل كلمة واحدة زوينة كتقوي العظم: أنا فخورة بيك، عجبتني الطريقة اللي حاولتي بها، حتيك ولد مؤدب، الله يفتح عليك، راك قدرتي، شفتي؟ الإسلام عطانا منهج واضح: الرفق، التشجيع، ستر الخطأ وعدم الإهانة، وهذا المنهج هو اللي كيصنع ولد واثق، ماشي ولد مكسور. وخا نقولها لك بصراحة، الولد اللي كيتربى في جو فيه السب، الإهانة، المقارنة، راه ماشي غير كيضعف، ولكن كيتعلم يحقر راسو وما كيبقاش يشوف القيمة ديالو. والعكس صحيح، الولد اللي كيسمع كلام طيب كيحس براسو محبوب، ومنين يحس بالحب الثقة كتجيب وحدها. دابا نجي لنقطة مهمة بزاف: طريقة تعاملنا مع الأخطاء. الأخطاء ماشي مصيبة، الأخطاء جزء من النمو، راه حتى حنا كبار كنخطأ كل نهار. فاش ولدك يغلط ما تشوفيش الغلط كأنه كارثة، شوفو كفرصة. مثلا ولدك ما جابش نقطة مزيانة، عوض ما تقولي ليه شوف ولد فلان أحسن منك، قولي ليه فين تحس براسك ضعيف، أجي نعاونك، المهم أنك حاولتي، وهذه المحاولة راها عند الله ما مضيعاش. هذه هي التربية الإسلامية: تشجيع، مساندة، وماشي تكسر الخاطر. وبغيت نوصل معاك الفكرة اللي مهم تكون واضحة: ولدك إلا ما حس بالأمان معاك عمر الثقة ما غادي تسهر فيه. الأمان ماشي غير أنك توفري ليه الماكلة واللباس، الأمان هو أنه يعرف أنه يقدر يجي عندك وبلا خوف، ويحكي ليك ويغلط قدامك وما تخسريش. النبي صلى الله عليه وسلم ما عمره سب ولا شتم الأطفال، بالعكس كان يقربهم، يضحك معاهم، يسميهم بأحسن الأسماء، وكيخليهم يحسوا بالحب. ومن الحوايج اللي كيعطيو الثقة الولد هو أنه نسمحوا ليه يجرب، نخليه يحل مشاكل صغيرة بوحده، نخليه يتحمل مسؤوليات بسيطة، نعطيوه مهام في الدار باش يحس براسو قادر، مهم وكيسوى. مثلا عافاك نوض الصحن ديالك، عافاك دير المنديل فوق الطابلة، بنتي واش تقدري تعاوني حتى تلبس. ماشي نخليه مرتاح بزاف وماشي نغرقوه في المسؤوليات، غير وسط اللي كيعلم الثقة وما كيضيعش الطفولة. وخا نقول لك بصراحة، الولد اللي كيعاون، اللي كيحس براسو قادر، كيكون قوي نفسيا، متوازن، وكيعرف قيمة الخدمة. أما اللي كل شي واجد عنده كيولي حساس بزاف وما كيتحمل حتى صعوبة. دابا نجي لجو الدار اللي فيها الصراخ والشد والعصبية كتولي دار فيها الخوف ماشي طمأنينة، ومنين كيدخل الخوف الثقة كتهرب. الدار اللي فيها الضحك، الكلمة الزوينة، السلام، الدعاء، القرآن، كتولي دار كتربي بلا ما نحسو. شختي ملي كتقراي غير الفاتحة ولا آيات الكرسي بصوت هادئ في الدار كيولي الجو سخون بالرحمة، والولاد كيحسوا بالراحة بلا ما يفهموا علاش. وبغيت نشارك معاك واحد العادة اللي زوينة مفيدة: قبل ما ينعسوا الولاد قولي لهم كلمة طيبة: كان نهار جميل معكم، الله يحفظكم ليا، ربي يجعل فيكم البركة، سيروا نعسوا مرتاحين يا ولادي. هاد اللحظات الصغيرة كتخلي الولد يحس أنه محبوب، وهذا الإحساس هو الجذر ديال الثقة. وما نساوش شيء كبير بزاف: احترام المشاعر. إلا بكى ولدك ما تقوليش ليه بركة من البكا، راك راجل. الإسلام ما قالش هاد الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم بكى والصحابة بكاو، والقرآن كيقول ولا تحقرن من المعروف شيئا. وخا غير تسمعي ليه وتفهميه وتربطي عليه، هاد الشيء كافي باش يقوي قلبه. وخا نقولها لك بسلاسة، التربية هي أعظم عمل ممكن ديريه في حياتك، وما غاديش تكون كاملة، ولكن غادي تكون مليانة أجر إلى نيتك لله. في هذا الجزء الثاني بغيتك تعرفي أن الثقة كتنمو يوم بعد يوم، بالكلمة الطيبة، بالصبر، بالمحاولة، بالدعاء، وبالقلب اللي كيخاف الله وكيحب الخير. وغادي نخلي لك هذا الدعاء اللي تقوليه كل نهار: اللهم ارزقني الحكمة في التربية، واللهم أصلح ولادي وبارك لي فيهم واجعلهم من عبادك الصالحين الواثقين السعداء.
إلا بغيتي الجزء الثالث اللي غادي ندخلوا فيه أكثر في المواقف اليومية، كيفاش نجاوبوا الأولاد، كيفاش نصحوا ليهم بالعصبية، كيفاش نتعاملوا مع العناد، الحساسية، الخوف. نكملوا الجزء الأخير من هذه الرحلة ديال التربية، الرحلة اللي فيها الصبر والحب والدين والإنسانية. وهذه المرة غادي نهضروا على المواقف اليومية اللي كدير لنا التحدي الحقيقي، العناد، الغضب، الرفض، البكاء، الغيرة، وكيفاش نجاوبوا الولاد بطريقة كتزرع الثقة وكتحافظ على الهدوء ديال الدار. أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن العناد ماشي قلة التربية، ولكن مرحلة طبيعية في النمو. الولد اللي كيقول لا راه كيجرب شخصيته، كيجرب الحدود، كيجرب يشوف شحال قادر يأثر. وهنا كيبان الفرق بين التربية اللي كتكسر والتربية اللي كتنمي. إلا شدينا العناد بالغضب كيزيد يعاند، إلا شديناه بالحوار كيهدى، وإلا شديناه بالرحمة كيتعلم الإصغاء. الإسلام علمنا أن اللين أقرب للقلب. الله تعالى قال لموسى وهو غادي لفرعون: فقولا له قولا لينا. وإذا الله كيأمر باللين مع أقسى القلوب، فما بالك بولد صغير قلبه بيض بحال التلج. مثلا ولدك بغى حاجة وما بغيتيش تعطيها ليه، عوض ما تقولي ليه لا وسد فمك، قولي ليه كنعرف بغيتيها ولكن دابا ماشي الوقت، نقدروا نعطيوها لك في المساء. هنا ما حطمتيش، ما حسيتيش بالاحتقار، ولكن حتى ما عطيتيش كل شيء. وهنا كيجي واحد المبدأ مهم: التربية ماشي دلال، والتربية ماشي شدان، هي وسط معتدل، وسط اللي فيه الرحمة والقانون، اللين والحدود، الحب والانضباط. ودابا نجي لموضوع الغيرة بين الإخوة. الغيرة طبيعية ماشي عيب، ولكن طريقة تعامل الأم هي اللي كتخليها تكبر ولا تموت. إلا شاف ولدك أنك كتفضلي واحد على واحد، ولا كتمدحي غير واحد، ولا كتضحكي مع واحد وكتقصى على الآخر، راه كتزرع النقص في القلب ديالو. ولكن إلا وزعتي الحب، اللمسة، الاهتمام، وعلمتيهم يقولوا بسم الله، الله يرضي عليك، الله يهديك، سمح لي، كتكبري قلوبهم وكتدخلي فيهم قيم الإسلام بلا ما تحسي. وخليني نهضر معاك على الصراخ. راه الصراخ ما كيعلمش الولد، ولكن كيخليه يخاف، والولد الخايف ما كيتعلمش، غير كيمشي يدير كيف ما يبغيو الناس باش يسلم من العقاب. الثقة ما كتجيش من الخوف، كتجي من الفهم. مثلا ولدك طاح شي حاجة ولا كسر شي حاجة، هنا عندك اختيارين: إما تفقسي وتكبي عليه الغضب، إما تقولي له ماشي مشكل، ولكن ننتبهوا المرة الجاية، أجي نصلحوها. في الأولى كيتعلم الخوف، في الثانية كيتعلم المسؤولية. ودابا نجي الموضوع مهم بزاف: شنو نديرو ملي الولد يغضب؟ الولد في الغضب كيكون بحالنا، العقل ما كيبقاش خدام، العاطفة كتولي محكمة، صافي ما غاديش يسمع، ما غاديش يفهم، ما غاديش يطبق. في هاد اللحظة ما خاصكش تعطيه دروس. الأم الذكية كتقول اسمح لي نجي عندك ملي تهدى، وكتخلي الوقت يدوز شوية. من بعد كيجي الحوار: شنو حسيتي؟ علاش عصبتي؟ كيف نعاونوك؟ هذه هي التربية اللي تبنى على الرحمة، التربية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان كيستعملها مع الأطفال: الاستماع، الفهم، القرب. ودابا غادي نهضر على واحد السر اللي كيغير التعليم كامل: العين. نعم، العين. إلا هضرتي مع ولدك وانتي كتطلي في التليفون ولا في الكوزينة ولا في شي حاجة أخرى، راه ما كيسمعش. ولكن إلا وقفتي ودرتي عينيك في عيونه وقلتي ليه بشوية أنا معاك، كل شنو بغيتي، راه كيتربى في داخله واحد الإحساس كبير: أنا مهم. وهذه من أعظم قيم الإسلام، احترام الإنسان، والولد إنسان صغير خاصه نفس الاحترام. وما نساوش الدعاء. يا الله، الدعاء قادر يبدل الولد، يبدل القلب، يبدل المزاج، يفتح الأبواب. كل نهار قولي: اللهم احفظ ولادي من كل سوء، اللهم افتح عليهم نورك، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين. وإلا قلتيها من قلبك غادي تشوفي الفرق في السلوك ديالهم. دابا قبل ما نوصلوا للنهاية، بغيت نشارك معاك واحد المثال من الواقع المغربي. إلا مشيتي لشي دار ودخلتي ولقيتي الجو فيها هادئ، الكلمة زوينة طالعة، ريحة الطبخ، شي موسيقى هادئة ولا قرآن، كتحسي براسك مرتاحة بلا ما تعرفي علاش. ولاد هاد الدار كيوليو مرتاحين، واثقين، حنينين مع بعضياتهم. ولا مشيتي لدار أخرى، صراخ، سبان، تلفزيون طالع، أم قودة، أب معصب، كتحسي راسك باغية تخرجي. ولاد هاد الدار كيعكسوا هاد الجو في السلوك ديالهم. الدار هي المدرسة الأولى،
والأم هي اللي كتكتب أول سطر في جملة شخصية ولدها. فاش تهدي وما تخافيش وما تحسيش براسك ناقصة. كلنا كنعياو، كلنا كنتقلقوا، كلنا كنفقدوا الأعصاب، ولكن اللي كيقربنا الله هو أننا نرجعوا ونصلحوا. وصلنا دابا للخلاصة. ولدك غادي يكون واثق وسعيد إلى القى. أم كتسمع ليه، أم كتهضر بالرفق، أم كتصلي وكتدعي، أم كتحاول ماشي كاملة، أم كتقول الكلمة الزوينة، أم كتفهم وما كتحكمش، أم كتعلم ويكون مسؤول، أم كتدلو ولكن بحدود، أم كتعطيه الحب بلا شروط. هذه التربية اللي كتخلي الطفل يكبر وهو عارف قيمته، عارف راسه محبوب عندكم وعند الله. وكنختم معاك بهذا الدعاء الجميل: اللهم ارزقنا الحكمة في القول والفعل، واجعل ولادنا قرة عين لنا، وفرح قلوبنا بيهم في الدنيا والآخرة. وإلا وصلتي معايا حتى لهنا، بغيت نقول لك شكرا بزاف، شكرا على الوقت، على الثقة، على القلب اللي باغي يتعلم. وما نطلب منك غير واحد الحاجة صغيرة ولكن كتعني لي الكثير: ما تنساوش ديروا لايك وخليوا كومنت وبارتيسيبيو مع أصحابكم باش توصل لأي أم محتاجة هاد الكلمة. وبقوا بخير وبسلامة في داركم، دارنا بسلام.